يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله. ليه يحطهم في ظله ربنا؟ قال الناس دي عاشت محترمة في الدنيا، يوم لا ظل إلا ظله. يطلعوا مين؟ عملوا ايه؟ إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله خاليا. رجل هنا يعني رجولة الهمة، مش رجولة النوع. ما ممكن يبقى راجل ما وزنش عند ربنا طفل، إنما الرجولة رجولة الايه؟ رجولة المروءة. يقول لك: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خالي يعني قاعد في أوضة لوحده، خالي من الأغيار. ما سكنت والهم يوما بموضع، كذلك لا يسكن مع النغم الغم. لا يسكن مع النغم الغم. خالي يعني ايه؟ فرغ أغياره، صفي صفى وقاعد يصلي على المصطفى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. ورجلان تحابا في الله. تصور الحب في الله ده مروءة. الحب في الله يا أولاد مروءة. ما هو مش بالكلام يا حبيب، ما هو كله بيقول أنا بحبك، بس اللي صدق في الحب قليل. علامة الحب في الله: لا يزيد العطا ولا ينقص البلاء، لا يزود ودنا ولا ينقص هاجرنا. إذا نام الأخ عند أخيه فقال له: ناولني ثوبي، فقد سقطت حقوق المحبة. ولا تتم المحبة في الله قبل أن أكون أوثق مما في جيبك مما في جيبي أنا. والرجلان تحابا، والدليل على كلامي قال: اجتمع عليه. لذلك المنافق إذا خصم إيه؟ ليه فجر؟ عشان كان بيدعي المحبة، فضحته شواهد الامتحان. الحب ده أسمى معنى من معاني الإنسانية، أجل مشهد من مشاهد المروءة، أجل مشهد من مشاهد العبادة. عشان كده انتدبنا الله إلى العبادة بهذه الروحانية في الحب. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بس الأول تعالوا من باب الحب وتحققوا بيه، وبعدين اتبعوني، عشان أنا هواجهكم بملاطفة يحببكم الله. ورجل تعلق قلبه بالمساجد. المساجد اللي بقت في صلاة الفجر فاضية، أهم الجماعة بتوع الفجر دول يا بختهم في العرش. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بأن لهم النور التام من الله يوم القيامة. بشرهم بخير. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ